السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجة جميلة وسهلة، هي الحلبسة او حمص الشام، كلنا بنحبها. هعملها لكم ان شاء الله بأطعم طعم وبأسهل طريقة. تعالوا نشوف مقاديرنا. معايا نص كيلو من حمص الشام، طبعا نقيته وغسلته كويس جدا ونقعته في مية زي ما حضراتكم شايفين. بصوا حجمه الضعف ازاي، ده بقاله ليلة كاملة. مينفعش نشتغل بيه على طول، هيبقى ناشف وياخد وقت مع حضراتكم كتير على النار كده. بصوا يعني الحبايه مش هتاخدوا ان شاء الله في السوا كتير على النار. زي ما قلت لحضراتكم ده نص كيلو. معايا هنا بصلايه كبيره متقطعه اي تقطيعه، 2 طماطم كبار، لو صغيرين او متوسطين الحجم هيبقوا 3. معايا فصوص من الثوم سليم. التوابل بتاعتي كمون، ملح وفلفل اسود، وطبعا شطه حسب الرغبه. دلوقتي في ميه بتغلي على النار، يلا بينا نشوف الطريقه عامله ازاي. ادي حضراتكم الحمص اهو زي ما انتم شايفين، صفيته من الميه خالص اللي كنت نقعاه فيها. الميه دي خلاص مش محتاجينها، في ميه بتغلي على النار زي ما قلت. بسم الله. ابتدي انزل كل كميه الحمص بتاعتي، وابتدي بقى ننكه الميه بتاعتنا عشان تدينا احلى طعم زي اللي بناكله كده من بره. البصلايه المقطعه الكبيره دي، طماطم زي ما حضراتكم شايفين حاطه ميه كتير لان الحمص بيشرب ميه، مش عايزينه ينشف معانا على النار. الثوم سليم زي ما هو، انا عايزه طعمه بس، مش عايزه الثوم يبقى مهري وانا باكل الحمص. طبعا التوابل بتاعتنا اهي بس كده، واسيب الكلام ده على النار لغايه ما اجي الاقي الخضار بتاعي دبل. والحمص ان شاء الله برده مش هياخد وقت خالص زي ما قلت عشان انا نقعاه قبل كده على نار متوسطه اهو. واسيبه بقى ياخد ويدي، واجي نشوف مع بعض هنعمل له ازاي الدقه بتاعته. وادي حضراتكم حمص الشام اهو على النار، كل الخضار دبل. لو لقيتوا اي ريم على الوش زي كده ده نتيجه الطماطم والبصل، مفيش مشكله ان احنا نشيله اهو، بيبقى زي ده كده نشيله على طول ونخلص منه. هنا في طريقتين بصراحه، ان انا خلاص اشيل الخضار اللي على الوش ده كله اتخلص منه، وابتدي اخد ميه حمص الشام وحمص الشام نفسه. هي انا بستحرم، بحس ان انا كده ما اخدتش الفايده كامله، فبعمل ايه، باخد كل الخضار اللي على الوش وهو بيبقى سهل بيطلع معاكم على طول الحمص تحت، ما تقلقوش زي ما انتم شايفين كده. واطلعه في طبق اللي هو البصل والطماطم وفصوص الثوم اتهاروا وادوني احلى طعم. مش عايزه اقول لحضراتكم الريحه عامله ازاي في المطبخ. وببتدي ان انا اضربهم في الخلاط وارجعهم تاني، وحمص الشام شغال كده على النار. ليه؟ عشان الميه بتاعتي تبقى صافيه، وفي نفس الوقت انا استفدت من كل الخضار، انا ما رميتهوش. هعمل كده دلوقتي حالا، اسيبه يبرد شويه الخضار عشان ما يبوظليش الميكسر بتاعي. اضربه وارجعه مع حضراتكم ونقدمه ان شاء الله على طول. ادي حضراتكم كل الخضار الجميل بتاعي ضربته اهو في الخلاط. هنزله بقى على الخليط بتاعي. بسم الله. حرام بصراحه ان احنا كنا نرميه ونخسر الطعم الجميل والريحه الحلوه اللي نازله دلوقتي. بصوا كمان اللون اختلف ازاي، كل ما بنزود الطماطم او نضربها كويس تدينا اللون الاحمر الجميل بتاع حمص الشام زي اللي احنا بناكله من بره. الريحه في منتهى الجمال، مش عايزه اقول لكم. ان شاء الله لما تجربوا الطريقه دي هتعجب حضراتكم جدا. هنزل بس كل كميه الخضار. طبعا خلاص مش هسيبها بقى تغلي تاني كتير لان الخضار اصلا مستوي، عكس ما كنت هضرب الخضار ده في الاول واحطه ني كده ما بتاخدش حاجه معايا. بصوا زي الفل، الحمصايه مستويه جدا اهي. عايزه اوري حضراتكم واحده، بصوا مهريه مستويه جدا عشان انا نقعاها من الاول واديتها التسويه الصح. يلا بينا على طول مع بعض نقدمها. وادي حضراتكم خلاص هنقدم حمص الشام كده جاهز وتمام. هنا معايا عصير ليمون ومعايا شطه حسب الرغبه، حقيقة وما يحلاش من غير الشطه.
لكن للي مش حابب ما يستخدمهاش، يستخدم عصير ليمون بس. مش هحط ملح ولا كمون ولا اي حاجه، لان احنا مبهرين الميه بتاعه حمص الشام من البدايه، فهي مظبوطه وتمام. نعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله. نبتدي ناخد بقى شويه من الحمص في الكوبايه الاول. كتروا بقى، قللوا، دي بتاعتكم جدا. في ناس بتحب الحمص قليل، وفي ناس بتحبه يبقى كتير والميه كمان كتيره فوقيه، او العكس يعني. فهي مش هتفرق، حسب الذوق. انا حطيت كميه يعني مناسبه. بصوا حضراتكم لون الميه عامل ازاي. مش هقول لكم على الريحه. طيب ناخد بقى شويه من الدقه. بحب دايما احط الدقه فوق الحمص الاول قبل ما احط الميه. ليه؟ عشان لما بحط الميه والدقه فوق بتطلع على الوش مبتبقاش حلوه. مش هكتر عشان ما يبقاش حامي قوي. للي حابب بقى يزود، دايما نحطه قليل، واللي عايز يزود الشطه يزود، ده بيبقى سهل جدا. حتى انا عامله كميه قليله على قد ال4 كوبايات اللي انا هقدمهم بس كده. نبتدي بقى نحط الميه الجميله بتاعه الحمص دي. بسم الله. بالشكل ده كده. بصوا الشطه على طول اتقلبت مع الميه بتاعه الحمص، ريحه الليمون طلعت، عكس زي ما قلت لحضراتكم لو حطيتها بالدقه فوق كانت هتطلع على الوش وتضايق اللي بياكل. بصوا اللون عامل ازاي، ما شاء الله. النص كيلو هيعملوا مع حضراتكم كميه محترمه. بيدفي جدا في الشتاء ومغذي جدا جدا الحمص. خلاص اخر كوبايه اهو. نزينه بس بترنشات كده من الليمون، ولا احلى من كده زي بتاع الكورنيش اهو بالظبط. هيعجب حضراتكم ان شاء الله جدا، وهيعجب اولادكم. ونحط طبق الشطه احتياطي اهو للي عايز يزود. يا رب طريقتي في حمص الشام النهارده او الحلبسه تكون عجبت حضراتكم، وتجربوها وتقولوا لي في التعليقات. لو عجبتكم من فضلكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم والسلام عليكم.